عايزين نعرف من حضرتك حاجه مهمه جدا، مين المتهم الحقيقي؟ ايوه، الفاكهه ولا سوء الاستخدام بتاعنا، ان احنا ما بنغسلهاش كويس او ما بنحفظهاش كويس؟ من هو المتهم؟ نعمه كبيره قوي، والمقدمه اللي انت قلتيها الحر والحاجات الساقعه، الفاكهه ليها دور مهم في القصه دي، في ترطيب الجسم وتقليل درجات حراره الجسم. بس يعني هو هل الجو هو المتهم؟ لا، الجو بريء، بس التخزين وطريقه التنظيف او استخدام الفاكهه بكميات هو ده المتهم الرئيسي. احنا المتهمين يعني في الاخر بالظبط. وممكن يكون الشخص اصلا هو اللي متهم نتيجه ان هو عنده مشكله او عنده مثلا مناعه الجهاز الهضمي ضعيفه شويه. فدي اسباب كتير قوي ممكن تضطر ان احنا يبقى عندنا اسهال او نزلات معويه او ارتفاع في درجات الحراره، وده طبعا بيختلف من شخص لاخر. تمام. طبعا بس هي ليه مرتبطه بالصيف يا دكتور؟ يعني ليه مع كل صيف نسمع نفس الكلام؟ حلو. انا كلت خوخ وجالي مش عارفه نزله معويه، كلت يمكن عشان الخوخ والبطيخ دول فاكهه صيفي. البطيخ مش موجود هنا ليه النهارده؟ ده مهم قوي. ده انا نفسي فيه جدا. كان نفسي يبقى فيه بطيخ، لان هو ده الاكل الشعبي او الاكل اللي كلنا بنحبه يعني وبنكتر منه خصوصا في الصيف. ليه بيبقى اكتر في الصيف؟ عشان درجات الحراره المرتفعه. طبعا لما درجات الحراره المرتفعه بتبقى الفاكهه عمرها الافتراضي اقل. صحيح. وخصوصا لما بدرجات الحراره بترتفع واحنا ما بنخزنش الحاجه كويس، بيبدا ينمو عليها فطريات، بيحصل فيها تعفن داخلي واحنا مش واخدين بالنا، فنضطر ان احنا ناكلها تبقى نقول ده مستويه وحلوه، بس هي ممكن يبقى اصلا فيها تعفن داخلي يعمل لي مشكله. هي دي النقطه. فبالتالي الحر اساسي، وكمان نضج الفاكهه في الصيف، وخصوصا لو استخدمنا معاه مبيدات وبعض المؤثرات الكيميائيه عشان ينضج في وقته او يطلع بكميه او ياخد حجم اكبر، برضه بيأثر معانا صحيا. فدي كلها عوامل بتأثر معايا في الفاكهه وعمرها. في فاكهه ممكن تستخدميها وتلاقيها مثلا بتعيش معاكي وقت اطول، وهو نفس نوع الخوخ مثلا تلاقيه مثلا تحطيه جنب نوع تاني، ده يعيش وده ما يعيش، وده لا، على حسب هو مرشوش ولا مش مرشوش، ده طبيعي ولا مش طبيعي. دايما نلاقي الفاكهه الطبيعيه دايما بتموت بسرعه او بتدبل بسرعه، فتعرف ان ده واخد ايه؟ الحاجه طبيعي. مش واخد حجم اكبر، لا بيعيش وقت اطول، بياخد مواد حافظه، بياخد كيماويات تبدا تساعد معايا. اقدر اعرفها قبل ما اسيب الفاكهه وتقعد مده فابدا اقارن؟ يعني في طريقه وانا بختار الفاكهه تخليني اقول مثلا ده طبيعي اكتر او ده احسن؟ بصي، هو دايما الفاكهه بناخدها في اوانها زي ما بيقولوا. حسب كل وقت من فصول السنه بناخد الفاكهه بتاعتها، فبالتالي دي افضل وقت بناخد فيه الفاكهه. طيب ممكن نختار الفاكهه بتاعتنا على حسب جوده الشكل الفاكهه نفسه، اللون بتاعها يكون كويس، ما يبقاش احمر قوي او يعني مثلا الخوخ بتلاقي في خوخ لونه غامق جدا وحجمه كبير جدا، ده نخاف منه، ده متهرب واخد هرمونات، فناخد بالنا منه. لا، ناخد الحاجه اللي شكلها الطبيعي اللي احنا متعودين عليها، هتلاقيه لونه كده الطبيعي بتاعنا، ما يبقاش فيها حتت بايظه كتير. واوقات انت تروح تشتري الفاكهه يقول لك ده مثلا ب20 وده ب10، عشان ده تلاقيه مثلا فانت بالظبط ممكن تقول طب ما ناخد من ال10 ده كويس، ده في حاجات بس بايظه انا لا، خد بالك ان ممكن لو في ثمره فيها مشكله بتعدي اللي جنبها. كنت هسألك بقى، وناخد بالنا خصوصا مثلا الفراوله. يعني انا ساعات اشتري فراوله الاقي مثلا ايه، فراوله والتوت. ايوه بالظبط، في منهم للاسف مثلا بايظين او معفنين، فهل ده بيعدي اللي بقيه اللي معاها ولا لا؟ بيبوظ اللي جنبه والفطر او التعفن يعني اللي بيحصل. ما ناكلش اللي جنبها، ما ناكلش اللي جنبها، وناخد بالنا من الحته دي، وخصوصا لو انت مش هتشوفي الحاجه دي بعينك. ما هي دي بقى، خدي بالك ان الفطر ممكن اوقات ينمو على الفاكهه واحنا ما نشوفوش، عشان كده دايما بننصح بغسيل الفاكهه كويس قوي. يعني واعتقد ان برضو حاجه مهمه جدا ان احنا نجيب فاكهه على القد، يعني مش لازم ان احنا نجيب كميات كبيره قوي، نجيب اللي احنا هنستخدمه مثلا سواء النهارده وبكره بالكتير وخلاص، وبعد كده نبقى نجيب تاني. اوقات الناس بتحب تجيب الفاكهه عشان يقول لك انا بعمل نظام غذائي صحي وبعمل دايت فانا هاكل فاكهه كتير. لا، دايما هات الحاجه على القد. والاسراف في الحاجه بيقلب للضد. لا تتخيل ان انت لو كلت فاكهه كتير انت بتضر جسمك، حتى لو انت بتعمل دايت. صحيح. حتى لو انت بتعمل انقاص وزن عشان تخس انت بتضر جسمك، مع ان الفاكهه حاجه طبيعي. يقول لك طب ما انا باكل فاكهه ما باكلش حلويات، بس كلها سكر. سكر الفاكهه من الحاجات لما بتدخل الجسم بكميات اكبر بتبدا تزود دهون الكبد وتبدا تزود النقرس. يا نهار ابيض، ايه ده بجد؟ معقوله؟ اليوريك اسيد بيزيد والله بجد، ويبدا يزود مشاكل المفاصل. تلاقي الشخص لما بياكل فاكهه كميه اكبر من احتياجه يبدا يشتكي من مفاصله، يبدا يشتكي من دهون الكبد زادت عنده عشان سكر الفاكهه زاد في جسمه.
عشان كده دايما نقول كل حاجه باعتدال مهم جدا. القرآن بيقول ده ممكن يا دكتور يسبب النزلات المعويه اللي احنا بنتكلم عنها برضو، الكميات الكبيره. الكميات الكبيره وخصوصا من البطيخ، عشان في ناس جدا بتحب البطيخ. انا البطيخ حاجه مهمه جدا. هو زي ما احنا عارفين انه في الياف، في ميه كويسه، في نسبه سكر. هو الطاقه بتاعته 100 جرام مثلا تديكي 30 سعر حراري، مش كتير. بس لو بصينا حاجه اسمها مؤشر الجلايسيمي او مؤثر السكر بتاعه بيبقى عالي، وده معايا ما بيخليش الشخص لو بياخده كتير انه ينزل في الميزان. بيعمل لي اضطراب في الجهاز الهضمي عشان سكر السلوز موجود فيه. اللوكوبين اللي موجود فيه بيساعد معايا ان يحصل اسهال او اضطراب في الجهاز الهضمي. لذلك الناس لما بتزود في البطيخ حتى لو البطيخ سليم ما فيش فيه اي مشاكل، ممكن يجي لهم نزله او اسهال. طب لو جالهم نزله او اسهال ومصحوب بارتفاع في درجات الحراره، يبقى البطيخ ده فيه تسمم، او كان ناموا عليه فتره، او هو قطع البطيخ او سابها فتره طويله. ودي من طرق الحفظ، ان احنا دايما لما حتى نفتح البطيخه ما نقطعهاش ونسيبها مكشوفه فتره طويله. لا، لازم نحطها في تكييف او في ثلاجه، او ان احنا ما نقطعهاش الا على القد زي ما انت قلتي، وناخد احتياجنا والباقي نكيسه او نغطيه ونحطه في الثلاجه.